كل سنة وانتوا طيبين. هبدأ معاكم بقى نواعم العيد، وهبدأ النهاردة بوصفة البيتيفور. هعمل معاكم بيتيفور خطير هيعجبكم جدا، وكمان بالسمنة مش بالزبدة، عشان السمنة ممكن تكون متوفرة عندنا اكتر، فحبيت اعمله معاكم واوريكم ازاي نتيجته بتكون حلوة جدا، وكمان هيعجبكم اكتر على فكرة من الزبدة. همشي معاكم خطوة بخطوة، هوريكم ازاي بنسويه وبنطلعه بيرفكت بالشكل ده. مقادير مظبوطة جدا جدا، يعني مش هتحتاجي حتى تعدلي عليها، هتعتمديها جدا في وصفاتك الجاية. البتوفراية حجمها ما بينفش ولا يكبر، وكمان هتبقى حلوة جدا وهتعجبكم. وهعمل معاكم شوية كده بالكاكاو، بس بتركاية كده هتحسوا كأنه شوكولاتة. اتمنى ان الفيديو يعجبكم ويكون خفيف، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة لو انتوا لسه جداد. ويلا بينا نشوف الوصفة والمقادير هنعملها ازاي. ده نص كيلو من الدقيق، بحط عليه 150 جرام من السكر البودرة، وكمان بيضتين وفانيليا سايلة، ومعايا السمنة 400 جرام. يعني نص كيلو دقيق بحط عليه 400 جرام من السمنة. انا حبيت اعمل معاكم مقدار كده صغير عشان يكون سهل وبسيط. بعمل ايه؟ بحط السكر البودرة، اهم حاجة اكون عاملاه بمنخل كده او في اي مصفى، بحيث ان هو ما يكونش فيه اي كتل تماما، السكر يبقى كله سايب بالشكل ده. طيب السمنة ايه دي وايه دي؟ انا كان عندي نوعين من السمنة، حطيتهم على بعض وعملت منهم ميكس كده. يعني مثلا انت عندك سمنة بلدي مع سمنة نباتي، عايزة تحطي كله بلدي كله نباتي، المهم ان انا حطيت 400 جرام من السمنة. هبدأ الأول كده قبل ما استخدم المضرب ان انا ادمج السكر مع السمنة كويس، عشان لما احط المضرب السكر ما يطرش كده مني في كل حتة. فبالمعلقة كده في السريع يدوب كده عملت السمنة مع السكر. السمنة كمان انا محتاجاها تكون ساقعة، مش يعني ما تكونش سايلة وفكة خالص سخنة زي ما انتوا شفتوها كده، بس في نفس الوقت ما تكونش محجرة يعني. بعد كده حطيت السكر والسمنة وبدأت بقى أعملهم بالمضرب. محتاجة أضرب كده بالمضرب شوية كويسين لحد ما بصوا هتلاقوا اللون شوية شوية بيفتح، والقوام بيبقى هش وخفيف، وكمان حجمها بيزيد. الخطوة دي مهمة جدا، بتفيد في ايه؟ بتفيد في ان انا البتفوراية ما تكونش مكتومة معايا من جو قلبها، فمهم قوي ان انا اضرب. كمان جبت كده اللي في الجوانب بالمعلقة وبدأت اكمل ضرب بالمضرب. هضرب كويس قوي قوي كده لحد ما الاقي اللون معايا فتح وكلها بقت هشة خالص معايا. دي كده بداية اول خطوة مهمة معايا في البتفور، نجاحها بيكمل باقي الوصفة كويس قوي، لكن لو كسلتي وما ضربتيش كويس هتبوظي كل اللي جاي. انا كده خلاص اتأكدت ان انا ضربتها كويس، معايا بيضتين. طبعا انا عارفة ان لو انتي بتستخدمي صفار بيض بس بيكون البيتيفور ناعم اكتر، بس انا عايزة اقول لكم معلومة ان البيتيفور اللي بالسمنة بيكون ناعم ناعم اكتر من البيتيفور اللي بالزبدة كمان. عشان كده المحلات بتعمل بالزبدة عشان يستحمل معاها، لسه هتشيل وتحط وتزين وتبيع، فيستحمل ما يتفرفتش معاها. لكن احنا بنبقى عاملين في بيتنا مش كمية كبيرة وبنحافظ عليها، فهو بيبقى دايب. فما تستخدميش الصفار بس، استخدمي البيضة كاملة. وطبعا النص كيلو بستخدم عليه بيضتين، هتعملي مقادير لكيلو هتضاعفي المقادير دي. انا بقى عملت ايه؟ البيض طبعا اي بيض هتيجي تستخدميه لاي وصفة ما تحطوهوش كده على الوصفة على طول، لان لو البيضة بايظة هتبقي انتي ضيعتي السمنة والمقادير بتاعتك. فانا كده بفضيها في اي بولة بره وببدأ اضيف بيضة بيضة. ضفت البيضة الاولى وبضرب لحد ما اتأكد ان هي خلاص اندمجت، ما بضربش زيادة عن اللزوم. اتأكدت ان هي اندمجت مع الخليط، خلاص بعمل البيضة التانية وانزلها. وضفت معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، بلاش تستخدموا فانيليا اللي هي الباكيتات البودر، السايلة بيبقى ليها نكهة وطعم أحسن بكتير. ضربتها واتأكدت ان هي خلاص كده اندمجت كويس. ضفت بقى النص كيلو الدقيق.
وبايدي بقى. خلاص كده المضرب مهمته خلصت لحد كده. لو عندك عجان طبعا اعمليه معاه في العجان، بس انا عندي بس حبيت اعمله قدامكم كده بايدي، يعني اسهل والعجان مش متوفر عند الكل. انا ما بعجنش، خلي بالكوا البوتيفور كتير، مفيش عجن في البوتيفور، انتي بتلمي بس المكونات وتتأكدي ان مفيش اي دقيق في الوصفة عندك متكتل في العجينة. بمجرد كده ما تحسي ان العجينة انتي بتلميها خلاص اهو، بجيب بصوا كل اللي في الجناب كل اللي تحت، اتأكد ان مفيش اي دقيق خالص. ما تعجنيش، لمي بس. انا بصوابعي كده قاعدة بلم بس ايه في العجينة. العجينة البوتيفور ما بنحطش فيها بيكنج باودر تماما، ما فيش اي مادة رافعة، لان اساسا البيض هو مادة رافعة. بصوا بقى ده قوام العجينة كده معايا، تبقى بالشكل ده كده. انا هنا بقى بدأت فتحت فرن البوتاجاز عشان عايزاه يسخن كويس قوي، لما ادخل فيه الصواني بتاعتي تبقى يبقى الفرن سخن. وهبدأ بقى ان انا اشكل. انا هعمل لكم فيديو عن مكنة البوتيفور الايطالي ديت، هشرح لكم مميزاتها وازاي بنستعملها وبيجي معاها ايه. هي حلوة جدا ومريحة. بعد كده بقى بجيب الصواني بتاعتي، مش بدهنها اي حاجة لان هي طبيعي دي وصفة كلها يعني مادة دهنية، فهي لوحدها بتنزل في الصينية. وبعد كده بقى بتستخدمي الاشكال اللي بتريحك وبتضغطي بالراحة. يعني عايزة اقول لكم انا وانا شغالة بتنزل مثلا واحدة بيكون شكلها مش حلو خالص بشيلها، وبكمل لحد ما بعمل الاشكال على قد المقاس اللي انا عايزاه وعلى قد حجم الضغطة طبعا بينزل معاكي البيتيفور. بصي اللي ما تعجبكيش شيليها وكملي. انا بحب البيتيفور يبقى حجمه مش كبير، حجمه صغير شوية كده، عشان لسه بنلزق عليه اتنين وبنحط بقى عليه شوكولاتات وحاجات، فانا بحب يبقى حجمه صغير شوية. وبالنسبة لمقدار السكر عايزة اقول لكم انه مظبوط جدا، 150 جرام على نص كيلو حلو جدا، بيبقى سكره معتدل لان احنا لسه هنزين البيتيفور سواء مربى شوكولاتات وحاجات فبيبقى مسكر زيادة، فالوصفة نفسها ما تزوديش فيها السكر. انا بقى بعمل ايه شوية صواني كده كتير علشان اقعد اعملهم كلهم مرة واحدة، وبعد كده بكمل تاني عادي مفيش مشكلة. ده المنظر التاني، الشكل التاني اللي انا عملته. بصوا صغيرة كده وشكلها حلو جدا. واللي ما تعجبكيش شيليها وظبطي لحد ما تعملي الشكل بالطريقة اللي تعجبك وتحبيها. والمقاس والمقاس زي ما قلتلك على حسب انت بتضغطي على المكنة بايدك قد ايه. انا عايزاكم تجربوا البوتيفور بالسمنه لانه هيعجبكم جدا جدا. انا بقى بسوي البوتيفور على الشبكه، بحطها في النص وبدخل البوتيفور وبسويه. بتبقي علي درجه الحراره بس تفضلي قاعده جنب البوتاجاز كده متابعاها. بصوا من تحت بيبقى ده كده اللون، انت بتلاقي كده باين الحروف احمرت حاجه بسيطه قوي، مفيش شوايه ولا اي حاجه. البوتيفور بيبقى لونه فاتح من فوق ومن تحت لون ذهبي فقط. دي كده تسوية البوتيفور المظبوطة. انا حاولت يعني مفيش اي لعب في الالوان عملته في الوصفة، حبيت احاول اصورها لكم بحيث تبين لونها على طول الطبيعي. اتمنى انه يكون واضح. بصوا ما شاء الله يعني جميل جدا وحلو قوي. نوعي بقى انت في الاشكال، ممكن تعملي بقمع برضو. بشاور لكم على اللي باظت مني وانا بمسك الصينيه. خلي بالكم انتوا بتمسكوا الصواني لانه بيبقى اول ما بيستوي بيبقى دايب وسخن قوي، بيتبهدل معاكي بسرعه. ده بقى شكل تاني كده انا بحبه جدا.
على فكرة انا هعمل الفيديو ده مفيهوش الجزء بتاع تزيين البيتيفور لاني لقيت ان الفيديو هيكون طويل جدا، فحبيت ان انا اخليهم على 2 فيديو. نزلتلكوا ده الوصفة، والتاني هيكون لتزيين البيتيفور وازاي بنعمل الشوكولاتة ونسيحها، وازاي بنعمل حاجة كويسة جدا كده في المربى اللي بنلزق بيها. هيكون فيديو حلو قوي وهيعجبكم. وهنعمل فيه الفستق الكداب علشان بيدي شكل حلو، وفي نفس الوقت الفستق غالي، فاحنا هنعمل يعني اشكال وحاجات حلوة قوي. اتمنى انكم تشوفوا الفيديو ده وتشوفوا فيديو التزيين. الشكل ده بقى انا بحبه جدا، بيبقى حلو كده، ما تضغطيش كتير علشان ما يكبرش قوي معاكي. وعامة المقادير ديت مش هتخليه ينفش معاكي قوي في الفرن. وده كان شكل برضو تاني عملته. اهم حاجة يا جماعة لما تعملوا العجينة ما تخبزوش الصواني بتاعتكم كلها مرة واحدة. يعني انا في الاول عملت 3 بس كده في صينية وسويتهم عشان اشوف الحجم اللي انا عاملاه ده كويس ولا مش كويس، هتنفش معايا ولا مش هتنفش، وعلى اساسه بتكملي. انا اخدت جزء بقى كده من العجينة وحطيت عليه الكاكاو. بصوا بقى، ما نجيبوش اي كاكاو كده تحطوه، هاتوا كاكاو اللي هو الخام الاسباني، من احلى الانواع اللي تتعملي بيها البيتيفور. بتخلي البيتيفور طعمه بيروح ناحية الشوكولاتة، ما بيبقاش كاكاو خالص. حطيت كده شوية محترمين، 1.5 معلقة كده، ما تزوديش قوي عشان ما يبقاش ممرر معاكي. اول ما بتبدأي كده بالمكنة بتلاقي بصي في واحدة مش حجمها مش كويس، شيلي وكملي عشان المقاس كله يبقى حلو. بيتيفور بقى الكاكاو دوت طعمه خطير، اسمه كاكاو خام اسباني، هو ده اللي بيبقى مميز قوي في المخبوزات لو عملتيه. طبعا لما زودنا الكاكاو احنا ما زودناش سمنة، لان مقدار السمنة كويس في العجينة، ف1.5 معلقة مش هتأثر معاكي وهيكون دايب برضو، فما تقلقيش وما تزوديش قصادها سمنة. عملت كده الكمية بتاعة الكاكاو كلها. هوريكم دلوقتي النص كيلو طلع لي كمية قد ايه بالظبط، عشان اللي عاوز يعمل مقدار نص كيلو يعرف النتيجة هتكون قد ايه، وتشوف هتناسبك الكمية دي ولا لا. بصوا بقى ما شاء الله، النجمة دي لما اتخبزت تحسي حجمها متغيرش زي ما هي. كده بقى هوريكم الكمية بتاعتي، وبصوا بقى ما شاء الله لونه حلو قوي، تسويته جميلة. عايزة اقولك خفيف جدا ودايب كده، بيدوب معاكي وانتي بتاكليه. يعني وصفة هتعجبك جدا لو جربتيها وهتحبيه قوي. انا عن نفسي حبيته اكتر كمان من الزبدة كتجربة. اللي خايف يغامر قوي ويبدأ وهو مش واثق عشان بيحب الزبدة، اعملي مقدار صغير جربيه وشوفي نتيجته ايه. وده كان اللي بالشوكولاتة او الكاكاو. دي كده الكمية بتاعتي اللي طلعت من النص كيلو. كمية كويسة برضو قوي كتجربة لو عايزة تجربي، او حتى مش كتجربة لو عايزة تعملي مقدار صغير. اتمنى الوصفة تكون بسيطة وسهلة والفيديو يكون عجبكم، واتمنى علشان اللايك بتاعكم بيفرق معايا كتير تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو انتم مش مشتركين، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بعمله. واستنوا الفيديو بتاع تزيين البيتيفور، هنزله لكم ان شاء الله برضو على طول. هنعمله مع بعض كده باشكال حلوة. واتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم، واشوفكم في وصفة جديدة، واسيبكم وانا بوريكم كده البيتيفور اللي عملناه وشكله وكميته. واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله. مع السلامة.